اتمنع من دخول نقابة الصحفيين، وبهيج رافع عليه قضية بعد ما كان صاحبه وحبيبه عمرو بيلا الفود بلوجر بيطلع ينتقد ويهاجم أكبر المطاعم بعد ما ياكل أكلاتهم. بعد ما كان صاحب بهيج وبيشكر في أكله، طلع وقال ده أكله زفر وما يتاكلش. الزفارة باينة فيها قوي قوي بطريقة غير معتادة على بهيج. كره الناس في كرم الشام وعاوز يخرب بيت بلبن. عمرو بيلا الفود بلوجر اللي منعته نقابة الصحفيين من دخولها. يا ترى ايه اللي خلى السوشيال ميديا تتقلب على الفود بلوجر عمرو بيلا الساعات اللي فاتت؟ وليه بهيج رافع عليه قضية وطلع في فيديو وقال هرفع عليه قضية ومش هسيبه؟ بنراعي ربنا في الناس، حسبي الله ونعم الوكيل. وخد بالك كمان ان احنا شغالين عليك، رافعين قضيه تشهير بينا. من فتره بدأ يظهر الفود بلوجر عمرو بيلا في ريفيوهات ليه على اكل مطاعم كتير كبيره ومشهوره، والمشكله انه دايما ما بيعجبوش الاكل وبيعيب عليه، وده اللي سبب غضب فئه كبيره من الجمهور على السوشيال ميديا، واللي متعودين دايما ياكلوا من المطاعم اللي بيتكلم عليها. وزي اي مشكله بتحصل على الميديا، الناس بتتقسم ما بين مؤيد ومعارض، بس حظ عمرو بيلا ان معظم الناس قامت عليه وشايفينه بيعمل كده عشان يتشهر بس، ومفيش اي مصداقيه في كلامه. وبدايه المشاكل بدات بعد الريفيو اللي عمله عن اكل مطعم كرم الشام اللي مشهور جدا في اسكندريه، وكان طالب منه وجبه بروستد وساندويتش دبل فرايد تشيكن، وكان رايه كويس في الساندويتش بس ما شكرش فيه قوي. لكن اللي كان صادم بجد للجمهور هو رايه في وجبه البروستد، لما قال الفراخ كانها نيه وبدمها، كمان ما قدرش ياخد قطمه واحده منها، وقال اوعى تشتروا الوجبه دي من كرم الشام مهما حصل. وده طبعا سبب مشاكل كبيره للمطعم وزادت اثاره الجدل اللي كان مسببها. بس الكارثه بقى اللي عملها هو الريفيو بتاعه عن مطعم بهيج المشهور بملك الفسفور العجيب. قال في بدايه الفيديو ان مطعم بهيج مفيش فود بلوجر في مصر ما جربوش، فتعالوا نشوف الاكل بتاعه بيقول ايه. وكان الريفيو كله عباره عن انه بيقرف كل ما يدوق حاجه من الاكل، وقال الجمبري طعمه مليان زفاره وانا مش هقدر اكمل الطبق. وكمان اختراع بهيج للمكرونه المبكبكه بالجمبري واللي قال عنها ما تتاكلش والزفاره طالعه منها ومخليه طعم الاكل وحش جدا، بلاش حد يجربه نهائيا، مش معقول يكون ده بهيج اللي الكل بيشكر فيه. وتصدر الفيديو منصات السوشيال ميديا وبدأوا الناس يختلفوا مع بعض، وكالعادة اتقسموا ما بين مؤيدين ومعارضين، لحد بقى ما قرر عم بهيج صاحب المطعم انه يخرج عن صمته. ولانه واحد من اكتر الشخصيات شعبية على السوشيال ميديا، طلع في فيديو ليه وقال ان اللي بتعمله ده حرام وما فيهوش صدق تماما، وما يصحش ابدا تشهر بالمطاعم بالشكل ده. لو في اوردر مش عاجبك تقدر تتواصل مع خدمة العملاء بشكل مباشر وتطلب منهم حق وهم هيرجعوهولك، والطريقة اللي انت بتمشي وراها دي ممكن تخرب بيوت مئات الناس اللي شغالين في فروع بهيج في كل محافظات الجمهورية. وكمل كلامه وقال حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انا مش هسيب حقي وحرفع عليك قضية تشهير وهكسبها واخد حقي منك تالت ومتلت. الناس كلهم كانوا بيدعموا الفيديو وواقفين في صفه وشايفين ان عنده حق في كل كلمة قالها. انت كمان شاركنا برأيك، لو جربت المطاعم دي هل فعلا جودة الاكل ما تستحقش كل البروباجندا المعمولة عليها، ولا عمرو بيلا بيستخدم فعلا طريقة غير اخلاقية عشان يحقق الشهرة زي فود بلوجر كتير؟ في النهاية مستنيين نشوف آرائكم وتعليقاتكم، وما تنسوش اللايك واعملوا فولو لصفحتنا على الفيسبوك والاشتراك في قناتنا على اليوتيوب.